السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد. لو اول مرة بتشوفني ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. نقدم تغطية خاصة وحصرية باخبار قطبي الكرة المصرية، النادي الاهلي ونادي الزمالك، بالاضافة لاخبار نجمنا المصري محمد صلاح، بالاضافة لموعد المباراة. فما تنساش لو اول مرة بتشوفني تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل جديد. في الحلقة ديت هنقدم لكم تشكيل نادي الزمالك المتوقع لمباراة المصري في الجولة 28 من بطولة الدوري المصري الممتاز. بس قبل ما نبدأ هنذكركم بموعد المباراة. إن شاء الله هيواجه نادي الزمالك نادي المصري البورسعيدي في مباراة من الجولة 28 يوم الخميس القادم الموافق 11 إبريل 2019، 11/4/2019. المباراة هتكون الساعة 6 بتوقيت القاهرة، الساعة 7 بتوقيت السعودية، الساعة 8 بتوقيت الإمارات. تاني المباراة هتكون الساعة 6 بتوقيت القاهرة، الساعة 7 بتوقيت السعودية، الساعة 8 بتوقيت الإمارات. أما عن القنوات الناقلة للمباراة فسوف تبث المباراة عبر قناتي أون سبورت ونايل سبورت، القنوات الحاصلة على بث حقوق البطولة. ونتنقل من موعد المباراة لتشكيل نادي الزمالك المتوقع للقاء المصري في المباراة القادمة. تشكيل نادي الزمالك المتوقع لمباراة المصري: في حراسة المرمى اللاعب محمود جنش، خط الدفاع من اليمين للشمال حمدة النقاز أو حازم إمام حسب رؤية الجهاز الفني بقيادة كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك، إنه ممكن يريح بعض اللاعبين بسبب مباراة العودة مع حسنية أغادير في دور الثمانية من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي. اتنين مساكين محمود علاء ومحمد عبد الغني أو محمود علاء ومحمود الونش. باك ليفت بهاء مجدي او عبد الله جمعه. اما بالنسبه لخط الوسط طارق حامد ومحمود عبد العزيز نظرا لايقاف اللاعب الدولي التونسي فرجاني ساسي في اللقاء المصري القادم بسبب حصوله على انذار ثالث. بالنسبه لرباعي نادي الزمالك الهجومي هنا ممكن نشوف اكتر من تغيير في اكتر من مركز بسبب ان المدير الفني بيعتمد على عمليه التدوير بسبب ضغط المباريات في الفتره الحاليه. صانع ألعاب يوسف إبراهيم أوبامي، جناح أيمن أحمد سيد زيزو أو إبراهيم حسن، جناح أيسر محمود كهربا أو حميد أحدى، ومهاجم وحيد أتوقع الدفع باللاعب خالد بوطيب. المدير الفني بيعتمد في الفترة الأخيرة على اللاعب خالد بوطيب، وأتوقع الدفع باللاعب عمر السعيد بدلا منه أثناء اللقاء. دي كانت حلقتنا عن تشكيل نادي الزمالك المتوقع لمباراة المصري القادمة. توقع نتيجة اللقاء وصاحب التوقع الصحيح هننشر اسمه في الفيديو بعد المباراة مباشرة. ودي كانت حلقتنا وانتظرونا في فيديو جديد. قال النبي